فرج مدير الكرة في نادي الهلال لاعب الفريق السابق. كابتن أهلا بك معنا. مساء الخير. مساء الخير. رسالة مساء عليك ومساء الشعب. أهلا وسهلا. المشاهدين نشرف أن أكون موجود معكم في البرنامج. احنا نتشرف بك دائما كابتن. كابتن يعني السؤال الأهم، لماذا ظهر الهلال متوترا في مباراة لا تعني في الحسابات؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما جرى في المباراة كان خلاف كان معدلة قبل المباراة. كان التحضير ولله الحمد لله أتم الاستعداد اللاعبين داخل المباراة بمباراة 3 نقاط فقط ديربي. نعم. ما حصل في المباراة يعني منفرد من أحداث شوه الديربي، ولكن هي مباراة 90 دقيقة وانتهت. نعم. كابتن، بقول لك واحدة من الروايات اللي يتم تداولها في الوسط الرياضي انه بعد معرفة لاعبي الهلال تقدم التعاون في مباراة جدة بدأ التوتر عليهم لأنه النصر سيحتفل بالدوري أمامهم، صحيح؟ لا يعني احنا بكل امانه ما يعنينا من هو سيتوج بالدوري، ما كان يعنينا في المباراه فقط نادي الهلال ونتيجه المباراه وثبتنا على المركز الثالث. ما جرى في المباراه خلاف ما كان متوقع ومعدله. صحيح يعني كان هناك اخطاء منا احنا جميعا نتحملها. لكن في المقابله اتصور يعني ما بودي ارمي كل سهام اوجه سهام كلها لحكم المباراه، لكن اتصور حكم المباراه هو من وتر المباراه وما اخرج اللاعبين عن طور. جميل. طيب كابتن، ليله المعسكر اثناء المعسكر انت كقائد للفريق اداريا كانت كل الامور يعني جيده ومطمئنه وهادئه، ولا ايضا رساله ناصر الشمراني اللي تم تداولها قبل شهر وترت معسكر الازرق؟ انا شيء يعني بكل امانه احنا يعني كل مباراه ناخذها على حده. مباراه النصر ما في شك انها مباراه ديربي، مباراه جماهيريه، مباراه كانت حسم لفريق النصر، لكن بالنسبه لنا اعداد المباراه كان اعداد فقط ل3 نقاط، اعداد لديربي الكل متشوق لمشاهدته. نعم. ما حصل في المباراه زي ما قلت لك كان مخالف لما هو معدله. هي انت اليوم تلعب مباراه 90 دقيقه ما تكون في يوم. نعم. لكن هي يعني بامانه يعني هي مباراه ديربي يكون اكثر حضور اكثر هجوم، ولكن يجب ان نتعلم كل ما جرى اثناء المباراه. جميل. كيف تعلق علاقه الانضباط اليوم كابتن؟ هل انتم يعني هل تتفهمها مستجيب لها او لديكم اي اعتراض عليها؟ لا انا يعني بس حديثي فقط ما تعرض او وقاف كابتن سالم. اتصور سالم خطا صحيح وخطا غير مبرر، وليكن الحكم يعني كان اثناء المباراه نزل كثير من لاعباتنا وكان خطا لسالم ومن بعد احتسب على سالم خطا. نعم. لكن يجب ان سالم وغيره من اللعيبه يعني يكون هناك اكثر هجوم اكثر انتباه. الشيء اللي راح اتحدث فيه يعني اذا كان هناك حكم من طرف واحد فقط تخرج المباراه، اخراج الكروت من اي خطا سواء في ملعبك او في ملعب الخصم، وفي المقابل فريق الخصم هناك اخطاء في ملعب او في ملعب فريق الخصم، يعني ما كان هناك الكروت اللي متساويه على الفريقين. كل ما في الامر ما حصلنا في المباراه صحيح يعني الخساره الكبرى بالنسبه لنا خساره سالم حيكون يعني ما راح يكون متواجد معنا في كاس الملك، لكن ان شاء الله باقي فيه من خير وبركه. سالم يجب يتعلم من الدرس، لاعب كبير، لاعب ان شاء الله مستقبلنا قادم باذن الله. جميل. كابتن، برجع لموضوع سالم احكي فيه عن العقوبه، بس بسالك انت شخصيا شو اللي صار بينك وبين ادريان لاعب النصر واخذ فيه هو بطاقه صفراء، وكنت انت ايضا معصب في اللقطه اللي شفناها قبل قليل؟ شوف بكل امانه يعني انا تريث ان لا اخرج في الاعلام ولا اتحدث عن اي امر يعني يخص المباراه، حتى يعني استمع لكل الاراء واستمع لكل الناس. نعم. بكل امانه ما جرى. انا استمعت يعني لمحبين واعلاميين وجماهير نادي النصر كل ما يصير في هالواقع اللي تمسني انا شخصيا. كنت اتمنى ان يكون هناك يعني ليس فقط نظر لفريقك المفضل او لاعبك المفضل. نعم. اتمنى يعني ان يكون هناك نظار رياضه كره قدم باخلاق قبل ما تكون هي نتيجه مباراه وكسب بطوله. نعم. حصل في المباراه تقريبا الدقيقه 90 91 اتجه اللاعب ادريان الى حد مقاعد البدلاء المخصصه لنادي الهلال من امام مرأى الحكم مرء العواجي، وفي الامكان توجيه السؤال للحكم، فكان يلوح بايديه يعني بعباره بالعربي نطقها تعال 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 لجميع من هو متواجد في الدكه. يعني انا اتصور لو لا تدخل بعد يعني شيء بمشيئه الله لو تدخل في الامر كان في الامكان ان يحدث ما لا يحمد عقبه. ممكن تكون هناك يعني عراك داخل ارض الملعب او بين الدكتين او لا سمح الله يعني ممكن توصل الى امر الى جماهير تعرف
جماهير يعني في هالوقت اللي احنا فيه جماهير محتقنه. فما كنت اتمنى يعني يصدر هالامر ويكون الامر هذا يعني مشاهد امام اداره نادي النصر. اللاعب يتجه من اخر مقعد في بنش النصر حتى مقاعد الهلال باشارته بالايدي وبنفس كابتن فهد عفوا، بس اشارات مسيئه ولا بس كان يقولها تعال؟ لا، كان ياشر بيديه سنتين. الحكم مرئنا وجهه كان موجود بامكانه، انا اتمنى ان يتم. اي يعني طب يعني اذا كان يقول يا كابتن معلش اعذرني، اذا كان يقول تعال يعني هاي بضاعه الهلال ردت اليه. لا ما ردت الينا. اذا بضاعه الهلال يعني انت تتكلم الان ادريان يمثل نادي النصر. نعم. في مباراه الان لا زالت جاريه. مباراه في الملعب لا زالت جاريه، لكن لما نتحدث عن مواقع التواصل او عن فيديو مصور او اي امر ما، هذا امر شخصي يخص اللاعب، يجب انه يعني يكون في احترام للخصم. لكن جميل. لما تاتي المباراه ما بعد انتهت دقائقها الاخيره والفريق الاخر خسران ومشدود وتتجه بهالعبارات وبهالاشارات، فنتجه لمقاعد نادي النصر. تحدثت مع الامير، يجب التزام الهدوء، يعني اللاعب يجب ان يلتزم الهدوء، ان لا يحصل ما لا يحمد عقبه. الناس فسرت كلامي او فسرت تواجدي في المكان، لان المصور ما التقط صوره من البدايه، التقط الصوره وانا متواجد في دكه نادي النصر، فهد متشنج، فهد رايه لا سمح الله يعطي حتى بيتي باسمي، يعني لا يسمح بفعل اي امر من هذا. جميل. كابتن بيان لجنه الاحتراف قال سالم الدوسري 6 مباريات خلافها عقوبه الطرد. استفسرتوا؟ لا، عقوبه الطرد حتسري من مباراه هجر القادمه، سالم ما راح يكون موجود فيها، ومن ثم حتبدا 6 مباريات اللي ابتداء من السيمي فاينل او الدور الاربعه مع اشقائنا نادي الاتحاد، وان شاء الله ربي يكتب لنا ان شاء الله الخير نتاهل النهايه تكون ثاني مباراه لسالم، و4 مباريات من الموسم القادم. اي 4 مباريات من الموسم المقبل. طيب شكرا جزيلا اللاعب فهد المفرج، اللاعب الدولي السابق، الاداري او مدير الكره في نادي الهلال حاليا. شكرا فهد على هذه